اكو حديث قدسي حقيقة يعني لفت انتباهي. الحديث القدسي بالشرع يعني اللفظ والمعنى من الله، ولكنه ليس قرآن يتلى. الحديث النبوي لا، المعنى من الله واللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام. شنو هذا الحديث القدسي؟ الحديث القدسي شو يقول؟ يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به. شنو يعني الصوم لي؟ ليش إن باقي العبادات مو لله؟ الصلاة مو لله أيضا، الحج مو لله، هسه الذكر مو لله، ليش خصص قال الصوم لي؟ اكو 4 آراء للعلماء اذكرها يعني باختصار شديد. الرأي الأول يقول الصوم لي لأنك بالصوم تتشبه أو تأخذ صفات من الله سبحانه وتعالى. أنت لا تأكل ولا تشرب ولا تجامع، وهذني جزء من صفات الله سبحانه وتعالى، فهو الواحد الأحد المتفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. فبما أنك حست على صفات من صفات الله سبحانه وتعالى قال لك الصوم لي لأن فيه صفة من صفتي. وطبعا هذا التأويل مخترق بمن؟ مخترق بالملائكة. الملائكة أيضا أجسام نورانية لا تأكل ولا تشرب ولا تتزوج. التأويل الثاني يقول لك الصوم لي لأنه الصوم هو العبادة الوحيدة التي لا يلحقها رياء. ما حد يقدر يرائي يقول أنا كنا صايمين برمضان. أكو واحد يعني يقول أنا صايم وكلها صايمة، العالم كلها صايمة، فما يلحق رياء مثل باقي العبادات. يعني بالصلاة قد يلحقك رياء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يحذر الأمة من الشرك الخفي. قالوا ما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين في صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. من يشوف جماعة يبوعون عليه تشوفه يتخشع وكذا هالشكل. فالعبادات كلها ممكن يلحقها رياء، حتى الحج حتى الذكر، لكن الصوم ما يلحق رياء لأنه عبادة مخفية. ما حد يدري بك أنت ما جاي تأكل، ما حد يدري، قضية بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لكن أيضا هذا التأويل مخترق باختراق بسيط، وهو أنه ممكن برمضان ما يلحق رياء، لكن بباقي الأيام اللي يصوم مثلا 6 شوال 2 وخميس تلقاه يتعمد، مثلا يتعمد حتى يخبر الناس بالصيام مالته. شو يسوي؟ يروح الجيرانه والله يا أبا اليوم السحور مالتي ما كان هالقد. هالمسكين هذا ضيع الصيام مالته بهالسالفتين. والله اليوم أنا بس ما شرب الشاي، مع الأسف لو شارب شاي شوي الصيام أذاني حتى يقول أنا صايم. هذا يضيع الصيام المسكين، مخترق. التأويل الثالث يقول لك لا توجد عبادة غير الصيام إلا وقدمت للآلهة. عدا الصيام، يعني ما سمعنا واحد صام الهبل أو صام المنات، لكن ممكن يحجون لهاي الآلهة، يطوفون حولها ويذبحونها ويحلفون بها. كل العبادات تقدم إلا الصيام، ما حد يقدمها، فقط لله سبحانه وتعالى. هذا التأويل وإن كان مقبول لكنه ليس الأفضل. التأويل الرابع وهو الأصح: الصوم لي يعني أنا متكفل بتقدير أجره. خل يجيني العبد الصائم وأنا أشوف ايش راح انطيه من أجر. الصوم لي وأنا أجزي به. يعني هسه أنت لو فرضنا رئيس الجمهورية أو رئيس الجمهورية، بالله مالتنا مو هالقد، رئيس الوزراء يقول لك تعال وشوف شنطيك، أكيد ضام لك في شيء كبير. كيف برب العالمين يقول لك بس تعال صوم أدي ما افترضته عليك، وتعال وشوف أنا شنطيك. فجعل الأمر مخفيا عنده سبحانه وتعالى لعظم ما سيعطيك يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغدق علينا من عطائه، وهو الكريم العظيم الجواد.